السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. كل سنة وانتوا طيبين، يعودوا عليكم يا رب الايام بخير. خلاص كده بدأنا بقى في تنظيفات العيد. الاولاد بقى طبعا عايزين اكلة كده سريعة وما تاخدش معايا وقت خالص في المطبخ، وكمان الجو حر جدا مش عايزة اقف كتير في المطبخ. وكمان انتوا عارفين بقى تنظيفات العيد. كل سنة وانتوا طيبين. قررت النهارده اعمل لهم صينية بطاطس، بس صينية بطاطس مش اي بطاطس، صينية بطاطس كده مختلفة وبالجبنهات. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. قبل ما نبدأ في اي حاجة هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. عندي هنا بقى كمية البطاطس اللي مناسبة معاكي للأسرة. حطيت بقى البطاطس عندي، قطعتها مكعبات، ولا خفيفة قوي ولا تقيلة قوي، يعني اللي هو السمك بتاعها الوسط. لو هتخففيها قوي هتلاقيها البطاطس تتعجن منك كده وتبقاش لطيفة. حطينا حبة زيت حلوين وشوحنا عندي الأول حاجة البطاطس تاخد اللون ده كده الذهبي الفاتح، وتروحي نازلة عندك بفصين كده من التوم عشان تبقى ريحتها حلوة كده معاكي وطعمها جميل. ريحه التوم عندك هتطلع، وتروحي ضايفه عندك الفلفل الالوان مقطعينها برضو مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين. هنشوح كده البصل سوري التوم مع البطاطس والفلفل ياخدوا الريحه الجميله دي، وبعد كده هضيف الطماطم مكعبات برضو وابدا اشوح. خلاص كده داخله معايا في السوا. هتروحي مبهراها عباره عن ملح وفلفل، حابه تحطي كمون كزبره ناشفه، التوابل اللي انت حابه تحطيها براحتك خالص. انا هنا ما كانش عندي فلفل حامي، حطيت معلقه ربع معلقه كده من الشطه عشان تدي طعم سبايسي كده وتفتح النفس ويبقى طعمها حلو قوي. خلاص كده شوحت عندي كويس جدا، وتسيبيها دقيقتين يا دوبك تستوي معاكي، وبعد كده تنزلي عندك بشويه جبنه كده، شيدر على موتزاريلا، اي نوع جبنه انت بتفضليها بتبداي تحطيها، بتدي شكل لطيف جدا وبتشد معاكي كده وطعمها بقى حلو قوي. كانت طريقتها بجد مختلفة جدا وطعمها حلو قوي قوي. لو عجبتكم بقى ما تنسوناش بلايك من ايديك الحلوة، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.